مباراة الداخلية والاتحاد السكندري واللي أقيمت على استاد الجيش بالسويس. مباراة الداخلية اليوم بيمثل الداخلية في لقاء اليوم لحراسة المرمى محمد مجدي، قدامه 4 باكات من يمين شمال: أحمد سيد، عبد النبي، أحمد عادل، عبد الرسول، محمد نجيب، وكريم يحيى. قدامهم 3 في وسط الملعب: محمود طلعت، عبد العزيز، سيد كريتشي. ومثلث الهجوم: علي الزهدي، سمير فكري، ومصطفى فوزي. الاتحاد السكندري مثله في لقاء اليوم المهدي استمان لحراسة المرمى، قدامه 4 باكات من اليمين للشمال: جافن، عبد الله نصيب، محمود علاء، وصبري رحيل. قدامهم مورو سليم وناصر في وسط الملعب 2 ديفندر، 3 تحت رأس الحربة: إبراهيم حسن، أحمد ميسي، وإسلام عبد النعيم. وقلب الهجوم كريستوفر موبولولو. حكم المباراة محمد الحنفي، ومعاه مساعد اول محمد زكي. الحكم ده مساعد الثاني محمد السيد، والحكم الرابع محمود رشدي. بداية سريعة لقاء من وجهة نظري ملخصه كده: شوط سريع، هجمات متبادلة بين الفريقين، تنظيم هجومي متميز جدا لفريق الداخلية بيقوده دايما عبد العزيز السيد، وقدام منه المثلث الخطير علي الزهدي وسمير فكري ومصطفى فوزي اللي يمكن ضيعوا اكتر من فرصه. على الناحيه الثانيه الاتحاد السكندري بيقدم مباراه من احلى المباريات اللي قدمها. التنظيم الدفاعي هايل جدا امام خط الهجوم المتميز لفريق الداخليه. مورو سليفو وناصر كاتنين ديفندر عاملين مباراه هايله جدا، وقدامهم محمود علاء وعبد الله نصيب. يمكن كان في اكتر من 8-9 هجمات للداخليه في هذا الشوط، لكن اهم ما يميز هذا الشوط الهدف الذي سجله محمود علاء باقتدار جديد كبير جدا في الدقيقه 26، لما اتلعبت له الكره من اليمين ومردوده بعد ما كان ضيع قبل منها رأسيتين لمحمود علاء. دي كانت الثالثه، والثالثه ثابته في الدقيقه 26 يحطها بيمينه على شمال محمد مجدي، مسجلا اول اهداف المباراة ولنادي الاتحاد السكندري. الدقيقة 34 كانت في هجمة منظمة جدا واتلعبت من ناحية اليمين، يدخل آخر لاعب في الملعب محمود علاء يشتتها، وهو بيشتتها ينزل على الأرض تلمس إيده، يحتسبها محمد الحنفي ركلة جزاء، لكن الفار بيرجعه ويرجع ويشوف الكورة، يكتشف إن الكورة وهي نازلة كانت خبطت في رجل محمود علاء، وهو بيقع على الارض طبعا بيسند بايده، فالكره جت في ايده، فدي طبقا للقانون لا تحتسب ركله جزاء، والغى ركله الجزاء في الدقيقه 34. بعد كده كانت في اكتر من هجمه لفريق الداخليه، لكن في الدقيقه 40 كان في تسديده جميله جدا من صبري رحيل عالة العارضه. في الدقيقه 45 يمكن من احلى الكرات لفريق الداخليه: سمير فكري يقتنص الكوره ويعدي وياخد الكوره بالعرض، يعدي كل اللي يعدي، وفي النهايه حطها جميله جدا لكن تمر بجوار القائم الايمن لمرمى المهدي سليمان. في الدقيقة 46 إصابة النجم محمد نجيب، وكان حاول إن هو يخرج، لكن فضل الكابتن علاء إنه هو ما يخرجهوش. أعتقد إن محمد نجيب ممكن ما يبدأش الشوط الثاني لو كانت إصابته كبيرة، لكن كانت نهاية الشوط بكورة مهمة جدا. الكورة اتلعبت هجما للاتحاد من ناحية الشمال من احمد ميسي لصبري رحيل، لعبها جت عرضيه راحت لابراهيم حسن، حب يحطها بالمقاس على راس موبولولو اللي طلع وسط مهاجمه من المدافعين، حطها بالراس لكن مرت بجوار القائم لتضيع افضل الكرات للاتحاد السكندري. كان ممكن زي ما بيقولوا ايه تقتل المباراه. عموما نهايه احداث الشوط الاول والتقدم للاتحاد السكندري على فريق الداخلية بالهدف اللي سجله محمود علاء بعد 26 دقيقة. لا ننسى أن نتحدث عن جماهير الاتحاد اللي موجودة في أرض الملعب النهاردة، أو موجودين في المدرج الدرجة الثانية في المنتصف كده، عاملين حالة كويسة جدا، وكل من بيتابع اللقاء سامع هتافاتهم القوية اللي بتؤازر من فريق الاتحاد، وهي دي الكورة، كرة للجماهير. عموما نهاية شوط أول، تقدم الاتحاد على الداخلية 1-0. هنتابع معاكم أحداث الشوط الثاني بعد قليل.
الشوط الثاني من لقاء الداخلية والاتحاد السكندري، زي ما قلنا مع نهاية مطلع الشوط الأول كان في إصابة للنجم محمد نجيب فعلا. مع مطلع الشوط الثاني بيدفع الكابتن علاء عبد العال بتبديلين. كمال أبو الفتوح تبديل بدلا من محمد نجيب وده للإصابة، وهناك أيضا دفع باللاعب كريستوفر جون لاعب المحوري، دفع به أيضا بدل من علي الزهدي. كانت البداية سريعة في هذا الشوط، كانت الهجمات بتتبادل بين الفريقين، لكن ظهر عند نادي الداخلية اللي بيلعب على ملعبه انه نازل الشوط الثاني بيبحث عن تسجيل هدف التعادل، وبالفعل لاحت اكتر من كورة لكريستوفر جون ولاعيب متميز جدا. كورة سددها تصدى لها المهدي سليمان في الدقيقة 51، بعد منها كان في تسديدة في الدقيقة 53 لمحمود طلعت على العارضة. عبد الرحمن السكران اللي دفع بيه الكابتن علاء عبد العال، لعيب سريع بياخد الكورة وينطلق ويشوطها، لكن يتصدى لها المهدي سليمان. في الدقيقة 67 لاحت فرصة للاتحاد السكندري من كرة ناصر اللي سددها لكن مرت فوق العرض. ركنية بتتلعب في الدقيقة 69 للداخلية، بتسقط الكورة بياخدها من لمسة سريعة بيلف بيها كريستوفر ويحطها في الزاوية الصعبة الضيقة تمر ما بين اللاعبين، ما يقدرش أي حد يعمل لها حاجة، وتدخل في الزاوية الضيقة ما يعملهاش حاجة المهدي سليمان ويسجل الهدف الأول للداخلية وهدف التعادل. بعد منها ب3 دقايق كورة يستلمها موبولولو ويمر بجوار ويحطها من اليمين لكن تمر بجوار القائم. أيضا في الدقيقة 77 عبد الرحمن السكران يسدد كورة تمر بجوار القائم. الفريقين يمكن أجرم تبديلات زي ما قلنا، في كريم يحيى خرج ونزل بدل منه فهد جمعة، ونزل عبد الرحمن السكران بدل من مصطفى فوزي، ومؤمن عاطف بدل علي الزهدي، ومحمود طلعت خرج للإصابة في فريق الداخلية ونزل بداله مؤمن عاطف. عندنا في نادي الاتحاد السكندري أيضا تمت التبديلات، كانت التبديلات كده متوالية، يعني بعد ربع ساعة من الشوط الثاني كان محمد محمود بدل إسلام عبد النعيم، وبعد كده خرج ميسي ونزل بدلا منه أحمد عيد. بعد كده محمود عبد العزيز بيشارك بدلا من ناصر. عبد الغني محمد بينزل بدلا من إبراهيم حسن، ومحمد صالح بيشترك بدلا من محمود علاء اللي أصيب في الدقيقة 36. دخلنا على الوقت المحتسب. دخلنا يمكن على الوقت المحتسب بدل من الضائع، وظهر على لاعبي الاتحاد الإصرار بعد ما زوران كان على الخط بره بيكلم لاعبته، يعني بيبحث عن الفوز. ويمكن كرة اتلعبت عرضية بيطلع لها كريستوفر ميبولولو بيدخل معاه في اللعبة دي احمد عادل عبد الرسول. يمكن حتى اللي بيتابع المباراه دي في التلفزيون عادها لنا المخرج، ويمكن المعلق كان بيتكلم هل فيها فار ولا مش فيها فار، لكن محمد الحنفي تخطى هذه اللعبه واستمر اللعب. بدات هجمات الاتحاد تزداد وتشتد الى ان وصلت الكوره لاحمد عيد داخل المنطقه، ياخدها ويعدي بالعرض ويعدلها لنفسه يحطها ارضيه زاحفة على يمين محمد مجدي، مسجل في الوقت خلاص القاتل في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضايع هدف الاتحاد الثاني وهدف التقدم اللي بيصعد بالاتحاد للمربع الذهبي ويسجل 33 نقطة في هذا الدوري وله 21 هدف، ليسعد كل من في أرض الملعب سواء جهاز فني أو لاعبين أو الجماهير في المدرجات، لأنها 3 نقاط غالية جدا. كده نادي الاتحاد السكندري للمرة الثانية
بيحقق الست نقاط حققهم مع أسوان، وهو بيحققهم مع الداخلية في هذا الدوري. بكده يكون الاتحاد رفع رصيده للنقطة 33. قبل ما بنهي بتكلم عن إحصائيات اللقاء. طبعا الاتحاد فاز 2-1. صناعة الأهداف، الاتحاد كان ليه صناعة الهدفين، والداخلية كان ليه صناعة هدف. الاتحاد لعب 4-2-3-1، الداخلية لعب 4-3-3. التسديد على المرمى، الاتحاد سدد 15 منهم 5 بين القائمين، الداخلية سدد 14 منهم 6 بين القائمين. التصديات، التسديدات اتصد 5 للاتحاد و3 للداخلية. ركلات الجزاء لم تسجل. التمريرات العرضية كانت 33 أكتر للداخلية، أكتر من الاتحاد السكندري اللي عنده 23، ومعظمها كانت الشوط الأول. في أخطاء كان 6 على الاتحاد مقابل 7 للداخلية. التسلل على الداخلية مفيش أي تسلل على الاتحاد. الركلات الركنية 7 للاتحاد مقابل 8 للداخلية. الإنذارات كان في إنذار وحيد في هذه المباراة من نصيب اللاعب فادي جمعة في الدقيقة 17 من الشوط الثاني لما عرقل مورو ساليفو. بطاقات حمراء مفيش. العدد اللمسات 731 للاتحاد مقابل 603 للداخلية. التمريرات 373 للاتحاد مقابل 255 للداخلية. قطع الكرات 9 للاتحاد 14 قطعوهم الداخلية. صد لاعب 10 من الاتحاد مقابل 13 للداخلية. التقاط 4 للاتحاد مقابل 2 للداخلية. التحديات 12 للاتحاد مقابل 29 للداخلية. آخر حاجة الاستحواذ، كان الاستحواذ من نصيب الاتحاد السكندري 55 مقابل 54 للداخلية. كده يبقى فريق الاتحاد بيحصل على ال3 نقاط. أصبح الاتحاد في المركز الرابع، لعب 19 مباراة، فاز في 10، تعادل في 3، هزم في 6، له 21 هدف وعليه 18، ومن النقاط 3 33 نقطة. أما الداخلية فبخسارة النهاردة يبقى في المركز ال13، لعب 19 مباراة، فاز في 3، تعادل في 7، هزم في 9، له 15 هدف عليه 25 هدف، ومن النقاط 16 نقطة. وصراع بالمراكز من ال13 لل18 ما بين النقاط 16 وال13، يعني فرق نقطة بين ال18 وال13، وهو ده الصراع القوي في الدوري هذا الموسم. قبل أن أختم هذا الحوار بهني جماهير نادي الاتحاد، بهني نادي الاتحاد بهذا الفوز، وتقبلوا تحياتي معلق بالرياضي علاء متولي.